تخيل يوم إن ابنك أخد حاجة مش بتاعته. قلبك ودماغك بتضرب وتقول ده سرق. بس قبل ما تحكم لازم تعرف إن اللي حصل مش جريمة، بل تربوية مهمة جدا. الطفل لا يفهم الملكية كما يفهمها الكبار. هو بيتصرف بدافع الفضول والحاجة أو التقليد، وليس بنية السرقة. هنا دورك مش تعاقب، بل تعلم وتوجه بهدوء. لما تكتشف إن طفلك أخد حاجة مش بتاعته خليك هادي. الطفل مش مجرم، هو متعلم صغير في رحلة فهم العالم. في السنوات الأولى الأطفال بياخدوا الأشياء بدافع الفضول أو الإعجاب، أو لأنهم شافوا حد تاني بيعمل كده. العقاب هنا مش هيفيده، بالعكس هو ممكن يزرع جواه خوف وسرية. اللي هيفيده هو إنك تعلمه معنى الملكية، وإن كل إنسان له حاجته الخاصة. قول له بس اللي مش بتاعنا لازم نستأذن قبل ما ناخده. لو رجع الحاجة بنفسه امدحه، خليه يحس إنه عمل الصح. وافتكر دايما الطفل بيتعلم من سلوكك أكتر من كلامك. خلي بالك، كن قدوة بالأمانة وشفاف في تصرفاتك، لأن طفلك بياخد كل تفاصيلك. لأن التربية مش بالخوف بل بالفهم والاحتواء. وهنا بتزرع في قلب ابنك ضمير حي يراقبه حتى وانت مش موجود. الطفل اللي بيتعلم الأمانة بالحب عمره ما يحتاج يخاف. علمه بهدوء، تحصد إنسان نقي من جواه.